السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض الليفت وتخليله بقى بالطريقة اللي هي بتقعد من السنة للسنة، مش اللي هو الليفت السريع اللي احنا متعودين عليه. هنعمله يقعد معاكي طول السنة وتفتحيه في اي وقت انت عايزاه. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هنجيب الليفت بتاعنا زي ما انتم شايفين. هنقطعه، يعني مش هنقطعه كله، هنشيل بس المنطقة اللي تحت دي وهنغسله كويس جدا جدا، لانه بيبقى فيه اتربة. نجيب فرشة الخضار كده ونغسله كويس، ونجيب بقى 5 كوبايات من المية على قد البرطمان، يعني حسب ما انتوا عايزين برضو. وهنعاير كل كوباية عليها 1.5 معلقة من الملح الخشن. ولو مش متوفر ممكن تستخدمي الملح العادي بتاعنا، بس هو الافضل الملح اللي هو بيبقى خشن. كل كوباية مية عليها 1.5 معلقة من الملح الخشن، وهنحط عليه نقلبه كويس جدا. المية دي يا جماعة بتبقى غليها على النار وبعدين سايباها تبرد لحد ما تبقى فترة كده، ونبدأ نحط لها الملح بحيث ان هو بس يبقى يسهل علينا عملية ذوبان الملح في المية يعني. بعد كده بنبقى انا بجيب البنجر ده بعينه في الفريزر لوقت الاستخدام. هاخد منه نص واحدة بس، هتبقى كافية جدا لتلوين الليفت بتاعنا وتدي لون حلو قوي. هقشر القشرة بتاعتها واقطعها كده واحطها في المية. بس كده يعتبر المحلول الملحي بتاعنا هو ده اللي هنعمله ونحطه في البرطمان بحيث انه يقعد معانا الليفت من السنة للسنة. وطبعا مش هنقطع الليفت بتاعنا، هنسيبه بحاله كده. طيب بعد مثلا شهر 2 3 لو حبيت استخدمه بقوم جايبة الليفت بتاعي واحط له وافتح عليه واحط له نص كوباية من الخل على معلقة من السكر والشطة بتاعتنا اللي احنا عايزينها، وبس كده وابدأ استخدمه عادي. طيب بخزنه ازاي؟ بحطه في التلاجة المدة اللي انا مش هفتح عليه فيها، بسيبه جوه التلاجة. طبعا زي ما انتم شايفين بحطه كده بحاله، ما بقطعوش، بس هو عشان انا جايبه الحجم كبير شويه، فهقطع الواحده نصين. بس انتوا تقدروا تجيبوا وسط، يعني لفت الوسط او الاصغر، وتسوبوا الواحده بوحدتها كده ما تقطعوهاش خالص. طيب انا لما اجي استخدمه هعمل ايه؟ هاخده اقطعه زي ما احنا متعودين واحطه في المية بتاعته تاني. طبعا لو حبيت اخففها شوية، لو الملح زيادة اخففها شوية، واحط له نص كوباية الخل ومعلقة السكر والشطة بتاعتنا واستخدمه في نفس اليوم عادي جدا. طبعا هو عشان كان كمية كبيرة شوية، فانا خدت 2 منه قطعتهم وعملتهم لفت سريع. هنا انا بحطه، طبعا المية لازم تبقى مغطية اللفت تماما، ما يبانش منه اي حاجة. هو بعد ساعة كده بيبدأ يقصر او يقل شوية وبينزل لتحت، فانا لازم اخلي الوش بتاعه ما يعديش المية او ما يطلعش فوق المية. فبحط له طبق بتاع فنجان قهوة، او احط له مثلا عيدان الشيش طاووق دي بكسرها واحطها من على الوش بحيث انها تزنق لي اللفت ما يطلعش على وش المية. وبس كده، وبغطيه واشيله زي ما انا قلت لكم، وبحط له بس ورقة لورا كده على اساس انها كمادة حافظة زي اللي هما بيحطوها في الجاهز يعني. طريقته سهلة جدا وبسيطة وجميلة، وهو اصلا متوفر جدا في السوق. ده اليومين دول تقدروا تشتروه وتعملوه، وبعدين ممكن كمان ينفعكم لو تعملوه وتستخدموه في رمضان. طبعا سهل قوي قوي ورخيص جدا. والطريقة دي برضو بتنفع لأنواع كتير من المخللات. طبعا أنا خدت الاتنين اللي اتبقوا عملتهم مخلل سريع، قطعتهم وحطيتهم في مية
بس المية دلوقتي يعني بتبقى الكوباية المية عليها معلقة بس من الملح، وحطيت في الاخر تلت كوباية من الخل وعليهم معلقة سكر، وبعد 3 ايام استخدمه عادي جدا، يتاكل على طول وطعمه حلو قوي. طبعا لو عجبتكم الوصفة بتاعتي متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان ما تنسوش تدعوا لمازن ابني بالرحمة والمغفرة، ان ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنة ان شاء الله. واشوفكم في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.